القواعد القانونية هي لتخويف المواطن. أقامت كلية الآداب شعبة التعليم المستمر وبالتعاون مع كلية التربية الأساسية ومديرية مرور محافظة كركوك ندوة توعوية تحت عنوان التوعية المرورية وأهميتها في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وجرى خلال الندوة شرح مفصل لأهم العوامل التي تؤدي إلى الحوادث وكيفية تجنبها من خلال تطبيق قوانين المرور. كانت الغاية من هذه الندوة زيادة التوعية والتثقيف للطلبة باعتبار اليوم مؤسسات تعليمية تحتضن عقول علمية، وهؤلاء الطلبة لكي يكونوا مندوبين عن رجال المرور بنقل هذه التعليمات والإرشادات إلى ذويهم من أفراد الأسرة وإلى أصدقاء وإلى الأقرباء لأخذ بالتعليمات التي تصدر من مديرية مرور كركوك. احنا هدفنا هو التوعية المرورية، التوعية المرورية يصب المصلحة العامة في سبيل تقليل الحوادث المخالفات المرورية وبالتالي تقل الحوادث المرورية. نتمنى من كل سائق مركبة إذا ما عنده رخصة قيادة يتوجه إلى مديرية مرور محافظة كركوك يطلع رخصة قيادة، وأي شخص ما عنده رخصة قيادة تناسب مع مركبته فهي يعتبر مخالفة قانونية. المشاركون في الندوة أكدوا على ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لتجنب الحوادث التي ازدادت في الآونة الأخيرة، كما وطالبوا الجميع بالحصول على رخص القيادة قبل قيادتهم العجلات في الشوارع الرئيسية والأسواق. الالتزام بالقوانين المرورية هي ضرورية ولازم يطبق على الطلاب، ونطالب من الطلاب بالتزام القوانين المرورية، وأيضا نطالب من المديرية مرور كركوك بكثرة هذه السيمينارات والملتقى بهذه الندوات كل ضرورية للطلاب كلية الآداب. نحن كجيل الشباب الطالبات الكثير منا لديه الآن السيارة خاصة به، لذا نطالب الجميع بالالتزام بقوانين المرور تجنب الحوادث المرورية إلى جانب الحصول على رخصة القيادة. بحسب الإحصائيات التي حصلت عليها فضائية كركوك، فإن نسب الحوادث ازدادت في الآونة الأخيرة بسبب عدم التزام بعض المواطنين بالقواعد المرورية، الأمر الذي جعل مديرية مرور كركوك تنشر مفارزها في الطرق والشوارع الرئيسية وفرض عقوبات صارمة على سواق العجلات الغير ملتزمين بقواعد المرور والسلامة العامة. أزد شكور، فضائية كركوك.